طيب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ده بارت 2 من فيديو ازاي تشتغلي من البيت وتقبضي بالدولار زي ما قلنا. وان شاء الله في الفيديو ده هكمل لكم الوظائف اللي ممكن تشتغليها من البيت وتقبضك بالدولار زي ما قلنا. وفي طبعا وظائف تانية مش شرط تقبضي بالدولار، بس ان شاء الله يكون دخلها حلو جدا. ومش شرط ابدا ان انت تبداي تشتغلي من البيت بس لمجرد ان انت تقبضي بالدولار او ان انت يكون عندك دخل اصلا. انت بس اشتغلي لمجرد ان انت تشغلي وقتك، ما يبقاش عندك وقت فراغ كبير. احنا عارفين وقت فراغ بيدمرنا احنا كبنات. تاني حاجة، ان انت هتشتغلي هتحملي مسؤولية الشغل، ان في ديدلاين، في حاجات لازم تتسلم في مواعيد معينة، في حاجات لازم تخلص النهاردة، فانت بتبقي منضبطة جدا. فالشغل كمان بيعلمك الانضباط زي ما قلت في الفيديو اللي فات. ففي الفيديو ده هكمل لكم باقي الوظائف. في الفيديو اللي فات علمتك ازاي تبدأي شغل في التايبينج، في الريل كرييتور، فيديو اديتنج، ترجمة وكورسات، مودريتور. كل الوظائف دي في الفيديو اللي فات، قلتلك ازاي تشتغلي فيهم او ازاي تبدأي تتعلمي المهارة دي. فلو ما شفتيش الفيديو اللي فات روحي شوفيه. فخلونا نبدأ على طول. اول وظيفة هقولك عليها وان هي حلوة جدا تقدري تشتغليها من البيت، وبصراحة بقى الكلام اللي محدش هيقوله ان في الشغل ده فعلا تقدري تشتغلي بالدولار بجد، وهيدخلك مبالغ خيالية. اوكي، ايه هو طيب يا رانيا؟ الديجيتال ماركتينج. وعايزة اقول ان الديجيتال ماركتينج فيه مجالات كتير جوه واسعة جدا. طيب انا ازاي اعرف المجالات دي وابقى ملمة بكل ده في وقت قياسي؟ سهلة جدا. تدخلي تشات جي بي تي، وتشات جي بي تي ده انا مش عايزاك تمسحيه من موبايلك ابدا. انا مش بقولك روحي اشتكي له مشاكلك وقولي له اعمل ايه واحكي له حواراتك، لا، انا بقولك ما تمسحيهوش من موبايلك ابدا. هينفعك جدا. اول حاجه هنعملها، هندخل على تشات جي بي تي، هتقولي له ايه هي مجالات الديجيتال ماركتنج، اشرحها لي مجال مجال. في حاجات كتير قوي بتندرج تحت الديجيتال ماركتنج، فانت محتاجه ان انت تدخلي تسالي تشات جي بي تي، او حتى ان انت تعملي سيرش على يوتيوب او تيك توك. برضو هتلاقي كميه معلومات رهيبه. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، التعليم في وقتنا ده بقى سهل جدا 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 ان انت تتعلمي اي حاجه، اي حاجه حرفيا. عايزاكي تعرفي ان انت مش في يوم وليله هتبداي تاخدي بالدولار او هتقبضي بال10,000 وال15,000 جنيه. لا، انت محتاجه ان انت تشتغلي على نفسك وتتعلمي. بتاخدي كورسات، حتى لو كورسات مجانيه في اول بدايتك، ده عادي. بس انت هتحتاجي وقت وتبذلي مجهود حلو كفايه ان انت تتعلمي الحاجه دي. وكمان طالما انت بدأتي الشغل ده، ما تقوليش خلاص انا بدأت شغل وخلاص. لو انت مثلا بدأتي في شغل الماركتينج، ما تبدأيش شغل وخلاص انا بدأت شغل، نو. ابدأي اتعلمي. عايزة اقولك ان اكبر ناس في المجال بيبدأوا يشتغلوا وياخدوا كورسات حتى وهم اكبر ناس في المجال، ما بيقفوش عند الجزء اللي هم عارفوه خلاص، لا، طول الوقت. وخصوصا في مجال الماركت، فانت طول الوقت في حاجات بتطلع جديدة، في تريكس بتطلع جديدة، في حاجات كتير قوي 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 بتتغير مع الوقت. فانت محتاجة طول الوقت تكوني ملمة بكل حاجة جديدة بتطلع عشان تعرفي تطوري من شغلك وما تفضليش واقفة مكانك. لازم تعرفي ان مجال السوشيال ميديا عامة بيتطور بسرعة جدا وفي ناس كتيرة جدا. فانت لو سبتي نفسك ليوم حتى واحد ما بدأتيش تتعلمي فيه حاجة جديدة، صدقيني هتفتحي عينك تلاقي ان ناس كتير قوي، مش هقولك سبقتك بخطوة، سبقتك بأميال كتيرة. وهتفضلي تقولي ازاي ده انا بدأت قبلهم، انا اللي بدأ قبل الناس دي. انت مش بس بدأ قبلهم، انت ممكن تكوني في بدايتك عرفتي كنتي عارفه حاجات كتير قوي. يعني انت بدأتي المجال وانت عارفه جزء كبير جدا من المجال. هم بدأوا هم ما يعرفوش اي حاجه عن المجال. ايه الفرق بينك وبينهم؟ ان هم فضلوا يشتغلوا طول الوقت ويتعلموا طول الوقت، مش بس ان هم شغالين وبيقبضوا فلوس وخلاص انا كده وصلت للمراد بتاعي. لا، انا اشتغلت وانا بشتغل بتعلم حاجات جديده. حتى لو انا حاسه ان انا خلاص انا عرفت كل حاجه عن المجال، نو، لسه في حاجات كتير جديده بتطلع. هقول لكم
الوظيفتين اللي جايين دول علشان اقدر لان اخر وظيفة دي هتحتاج رغي كتير، فانا هخليها في الاخر لان هي بصراحة اهم واحدة فيهم بالنسبة لي. انت ممكن تشتغل جرافيك ديزاينر، اوكي؟ عميل طلب منك انك تعمله تصميم معين، بتعمله التصميم ده عن طريق ابلكيشن كانفا. حد طلب منك ان انت تصمم له مثلا تصميم معين مثلا لكامبين هما بيعملوها، فبرضو عن طريق ابلكيشن كانفا. على كانفا تقدروا تعملوا منتجات رقمية وتبيعوها، وده زي ما قلت لكم ممكن يبقى فيديو تاني لان هو مجال واسع جدا، وتقدروا تعملوا سيرش على يوتيوب برضو، في ناس كتير قوي عملت عن الموضوع ده. وزي ما قلت لكم زي ما قلت لكم برضو شغل الجرافيك ديزاينر دي وظيفة تانية خاص تقدروا تشتغلوا. تقدروا تتعلموا على فوتوشوب، تقدروا تشتغلوا جرافيك ديزاينر دي برضو لوحدها بعيدة عن ابلكيشن كانفا. بس طبعا ابلكيشن كانفا بتقدروا تستخدموه لحاجات كتير. طيب اخر بقى وظيفة او اخر شغل تقدري تشتغليه عن طريق السوشيال ميديا، هقفل بس بقى. اخر حاجة هي الكونتنت. تقدري تشتغلي كونتنت كرييتور من البيت، يعني صناعة المحتوى. تقدري تكوني تيك توكر، تقدري تشتغلي على انستجرام، تقدري تعملي محتوى على يوتيوب زي اللي انا بعمله. عايزه اقول لكم ان صناعه المحتوى بجد يعني مش هقولك ان هي دلوقتي مهمه، هي اهم حاجه، لان السوشيال ميديا دلوقتي هي اللي ماسكه كل حاجه في الدنيا. كل حاجه حوالينا بتحصل بيبقى ليها يد السوشيال ميديا. طيب انا هقدم ايه على السوشيال ميديا؟ انا ما عنديش اي مهاره اقدمها على السوشيال ميديا. تطبخي حلو، اعملي قناه طبخ، بتعرفي تتكلمي وتحكي في مواضيع كتير، اعملي مثلا محتوى للبنات. حضرتك بتعرف، حضرتك لو انت بتعرف مثلا تلعب تقدر تعمل قناة جيمنج. لو بتعرفوا مثلا، لو انت مثلا عندك اللغة حلوة جدا تقدري تشتغلي ان انت تعملي قناة على يوتيوب تشرحي فيها المواد بتاعتك. فانتي سواء كان ايا كان مجالك، سواء مجال دراستك او حتى مش مجال دراستك بس هو هوايتك. يعني انا جماعة انا خريجة حقوق، فملوش اي علاقة باللي انا بعمله، بس دي حاجة انا بعرف اعملها. انا بعرف اتكلم وانصح البنات صحابي لما كانوا بيجوا يقعدوا لما كانوا يجوا يقعدوا يشتكولي، فانا بعرف اتكلم واخد وادي معاهم. فدي حاجة انا بعرف اعملها، فانتي اكيد عندك حاجة بتعرفي تعمليها. ما تقوليليش انا ما عنديش مهارة، انا ما بعرفش، مش عارفة ايه. انا عندي واحدة صاحبتي يا جماعة، انا دماغ الكونتنت كريتور في دماغي من بدري، من بدري قوي. كان عندي واحدة صاحبتي وهي شخص يعني ايه، مش هقول متدين بس هي ملمة قوي بمعلومات دينية كتيرة 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 يعني. فانا ما قلتلهاش تطلع تعمل محتوى، بس قلت لها تقدري تعملي اكونت انستجرام، اوكي، وتبداي تنزلي عليه معلومات دينيه بسيطه جدا تكوني متاكده منها، وبس يبقى في تواصل ما بينك وما بين البنات يعني حاجه بسيطه جدا. لو كانت بدات فيها من زمان دلوقتي كان هيبقى مكانها مختلف. هي في مكان دلوقتي حلو جدا طبعا، وشغلها بسم الله ما شاء الله عليه، بس اقصد في مجال السوشيال ميديا. عندي واحده صاحبتي كلاس كده ورقيقه ومش عارفه ايه وبتاع، برضو كان عندي جوايا احساس ان انتي ليه ما تعمليش قناه تبداي تعلمي فيها البنات ان هي تكون كده كلاس، يعني اللي هو بنوته رايقه كده ومعرفش ايه، طول الوقت تشوفيها تحسيها واحده ما عندهاش مشكله في حياتها، رايقه كده، مع ان والله العظيم خلف الكواليس عندها مليون الف حاجه في حياتها، ويا ربنا يعينها. طيب انا يا رانيا ولا بعرف اطبخ، ولا عندي لعبه بلعبها، ولا بعرف اتكلم واخد وادي مع البنات ولا اي حاجه. بس مثلا انا لما بتفرج على حلقه سواء مسلسل او برنامج بقعد احلل كده كل تفصيله فيه، اوكي. في نوع فيديوز دلوقتي جديد طالع ان انتي بتقعدي مثلا تشغلي، بيبقى هنا في شاشه صغيره
باينه فيها الحاجه او الحاجه اللي انت مشغلاها، وتبداي تحللي، تسمعي مثلا مشهد وتوقفي وتحللي، اللي هو شفت فلانه هنا عملت كذا، انا حاسه ان هي كذا، انا حاسه ان دي عملت ام سوري، بس ده كونتنت يعني، ده مجالي. تقدري حتى ان انت تاخدي موضوع ان انت تكوني بلوجر او انفلونسر ده كشغل. يعني انت مثلا ما عندكيش اي مهاره من دول، اوكي، انا بس يا راني عندي ان انا بشتري منتجات كتيره جدا، وعندي حاجات كل شويه اوردرات اوردرات اوردرات، حلو، بس اقفي هنا بقى، تعالي اعملي اوكي اكونت على انستجرام او تيك توك، يعني براحتك، وابدأي قولي رأيك في كل منتج انت بتجيبيه وبتجربيه. والله يا جماعة لو اكونت انستجرام، والله يا جماعة انا البيج دي انا طلبت منها طرحة وطلعت تحفة، وبصوا الماتيريال بتاعتها ازاي، وبجد جميلة جدا، انت ما حدش يعرف اصلا ان انت موجودة في الحياة، ولا الصفحة بعتالك ولا اي حاجة، ما حدش يعرف ان انت موجودة، بس ان انت تكوني بتعلمي او بتوري البنات الحاجة اللي انت جبتيها. كمان شفت بنوتة على سناب شات بتعمل ايه، بتبدأ تحلل لبس الفنانات، وعايزه اقول لكم الاكونت بتاعها فايرال بشكل مش طبيعي على سناب شات، مش فاكره اسمها بصراحه، بس بجد برضو محتواها بيتشاف، وبتاخد نفس السنابات اللي هنا بتنزلها على التيك توك، وبرضو الاكونت بتاعها فايرال جدا. بس اتمنى يكون الفيديو او الفيديوهين عجبوكم واستفدتوا منها، ولو عندكم اي استفسار طبعا هستناكم تبعتولي في انستجرام او تكتبوا لي كومنتات هنا، هستنى ارائكم، وهستنى لو عندكم اي استفسار انا هرد عليكم كلكم. وبس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.